البنت دي اسمها دارسي، والنهاردة الليلة اللي قبل فرحها على جزيرة في وسط البحر في الفلبين، وعازمة أهلها وأهل العريس زي ليلة الحنة عندنا في مصر. ودي مامة دارسي اللي منفصلة عن باباها، وده العريس توم. كان عايز يفاجئ العروسة لكنه وقع في المية. بعد كده بتيجي مامة توم وباباه، ومامته ديت شخصية غريبة جدا، بتدي العروسة هدية عبارة عن سكاكين مصدية، ودي عادة في عيلتهم، ودارسي بتقبلها وخلاص عشان تعدي ليلتها على خير. وده باباها ودي حبيبة باباها. وبيجي توم اللي عايز يرضي أبو دارسي بأي طريقة برضه عشان الفرح يعدي على خير، لكن توم ملاحظ إن باباها برضه مش طايقه. وعشان تكمل الليلة العجيبة دي بيجي شون الإكس بتاع دارسي عشان يحضر الحفلة، علشان هي عزمته عزومة مراكبية كده، لكن هو جه بجد. وطبعا لما دخل يسلم عليها ويحضنها توم اتغاظ منه، وفضل شايل الموضوع ده في قلبه لأن شون كان خطيبها وانفصلوا. وبعد الحفلة دي فضل توم يسأل دارسي ليه انفصلت عن شون، والليلة قلبت نكد على الآخر. وتاني يوم كان في مجموعة قراصنة جايين للجزيرة دي علشان يهجموا على زفاف توم، ومامة العريس خلت دارسي تلبس الفستان القديم بتاعها اللي هي اتجوزت بيه، وكمان عملت لها تسريحة الشعر دي بنفسها. وكل ده ودارسي معدياه، لكن من جواها مش طايقة الموضوع ده ولا عايزة الفرح بتاعها يبقى بالشكل ده أصلا. فراحت بعتت رسالة لتوم إنه يقابلها علشان عايزة تكلمه في حاجة قبل ما يتجوزوا. ولما اتقابلوا قالت له إنها مش عايزة تبدأ يوم فرحها بنكد زي ما انتهت الليلة اللي فاتت بنكد، فهو حس بروحها لأنه كان فاكرها جاية تفركش جوازها أصلا. فهي قالت له ليه بتفكر كده؟ فهو قال لها علشان احنا بقالنا كذا شهر بنتخانق سوا. فهي قالت له علشان انا ما كنتش عايزه فرح تقليدي، لكن هو قال لها انه عامل الفرح كده علشان مامته ما تزعلش. فبداوا يتخانقوا اكتر لانها قالت له انها مش مبسوطه بفرحها بالشكل ده. وفي وقت الخناقه دي كان القراصنه هجموا على العمال اللي موجودين في الفندق اللي في الجزيره واسروهم. وتوم كان رده على دارسي انه لو مش عاجبك فرحنا كده تقدري تلغي كل حاجه. فهي قالت له يعني احنا جايبين الناس من اخر الدنيا لحد هنا عشان ننفصل؟ وراحت ضربته بالقلم ورمت له الخاتم، لكن هو مسكه. والقراصنة أسروا كل المعازيم، وتوم شافهم بعد كده وهم بيهاجموا الناس وبيطردوهم، وكان معاهم سلاح. فهو خاف على دارسي وراح لها غرفتها وشرح لها اللي حصل. وشافوا في واحد جاي ناحيتهم وحاولوا يكلموا الشرطة، لكن القراصنة دول كانوا قاطعين كل الخطوط، فقرروا ان هم اللي يهاجموا المجرم ده قبل ما يقتلهم، لكن ما نجحوش في التخلص منه، وهو اللي قدر يمسكهم ويربط ايديهم وخطفهم. وطلع ان زعيم العصابة دي عارف ان الفرح ده بتاع دارسي اللي ابوها مليونير، وطلب منه فدية 45 مليون دولار عشان يفرج عنهم هما وكل الرهاين اللي على الجزيرة. لكن ابو دارسي قال له مفيش ولا مليم غير لما اطمن على بنتي دارسي الاول. وكانت دارسي وتوم في سيارة الجولف دي مع 2 مجرمين، وفضلت تزن عليهم علشان يدوها سجارة، وفعلا اخدت واحدة وعملت نفسها هتشربها، لكن ولعت في الاتنين اللي قدامها. فسابوا السيارة ونزلوا يحاولوا ينقذوا نفسهم، لكن سيارة الجولف فضلت ماشية مكملة بيهم، وما كانوش عارفين يوقفوها علشان ايديهم مربوطة في بعض. ولما عرفوا ينزلوا كانت سيارة الجولف هتقع من فوق الجبل ده، وكان فستان دارسي شابك فيها وبيشدها، لكن توم شدها وأنقذها بقطع الفستان. وبدأوا يهربوا من المكان ده، وبدأوا يهربوا من واحد من العصابة في وسط الزرع كده، لكنه لما قرب منهم ضربوه، أخدوا منه القنبلة اللي في إيده، ولما وقع على الصخرة مات. وتوم اتوتر لأنه أول مرة يقتل حد. فزعيم العصابة لما لقى رجالته اتأخروا بعت ناس تانيين يدوروا على توم ودارسي. وفي الوقت ده توم اكتشف ان القنبلة اللي مع دارسي قربت تنفجر لأنها من غير دبوس الأمان، لكن المشكلة انهم مربوطين في بعض، وممكن لما تيجي تحدفها تنفجر فيهم هما برضه. لكن هي قالت له انها مخبية الموبايل وطلعته عشان يتصلوا بأي حد يساعدهم. وبدأوا يطلعوا على برج مراقبة في الجزيرة عشان يلاقوا شبكة موبايل، وفعلا لقوها، لكن وصل رجالة العصابة وبدأوا يضربوا نار عليهم. فهما الاتنين اتشعلقوا في اللعبة دي، ودارسي رمت على الرجالة دول القنبلة فجرتهم، وفضلوا هما على الحبل ده لحد لما وصلوا للمكان اللي كان المفروض هيتجوزوا فيه. وكانت العصابة بيدوروا عليهم، والراجل اللي دارسي ولعت فيه طلع عايش، وقال للرجالة زمايله انه عايز يقتل دارسي عشان حرقته. ودارسي وتوم شافوا المعازيم واهلهم من بعيد وصعبوا عليهم جدا، ودخلوا المطبخ علشان يقطعوا الحبال اللي في ايديهم بقطاعة اللحوم. فدارسي اتحركت بسرعة فجأة، فتوم اتعور جامد، ولما هي شافت الدم صوتت واغمى عليها. فجت واحدة تبع العصابة وتوم هاجمها وضربها واغمى عليها برضه. ولما دارسي فاقت كانت فاكراه هرب وسابها، لكن هو قال لها انا عمري ما سيبك. وقاموا خرجوا هما الاتنين ولقوا الست دي واحدة من اللي شغالين في الفندق والراجل ده جوزها مستخبيين في القبو، ودخلوهم يخبوهم معاهم. وعرفوا منهم ان القراصنة دي تاني مرة ليهم يهاجموا الجزيرة مش اول مرة.
فدارسي لما عرفت ان توم كان عارف الموضوع ده ومع ذلك جه يعمل الفرح هنا اتعصبت جدا عليه لانه ما فكرش فيها وعمل اللي هو عايزه وخلاص، وحسسته بالذنب ان بسببه كل اللي بيحبهم هيموتوا هنا. فتوم قرر يطلع ويقفل على دارسي والاتنين اللي معاها ويسلم نفسه علشان يبعد عنها اي خطر، هي وباقي المعازيم. ولما اخدوه لزعيم العصابة توم كان اكتشف ان اللي اجر القراصنة دول هو شون الاكس بتاع دارسي، فمسكه وهدده ان هيحط الدبوس ده في عينه لان توم لقى دعوة بتاعة الفرح كانت باسم شون في جيب واحد من القراصنة اللي هم ضربوهم قبل كده. وبنكتشف ان شون كان طلب فلوس للاستثمار من ابو دارسي، ولما ابوها رفض خطط شون لكل الحوار ده وجاب قراصنة عشان ياخد منه الفلوس بالعافية. وشون في الاول انكر لكن في الاخر اضطر انه يعترف بالموضوع وضرب توم وقال الحقيقة كلها وبدأ يهوشهم بمسدس، وتوم اتأكد انه كان صح. ودارسي وهي بتكلم الاتنين دول بدأت تحس انها ظلمت توم اللي بيحبها وقررت تروح تصلح كل حاجة بينها وبينه، فأخدت بندقية وطلعت من المكان ده. وتوم مرضيش يعترف على مكان دارسي، فشون والعصابة أخدوا حبيبة أبو دارسي رهينة معاهم عشان يروحوا يدوروا على دارسي لحد ما الأب يحول الفلوس لحساب شون، وأخدوا حبيبته في مروحية معاهم. وخرجت عليهم دارسي بالسلاح وموجهاه ناحية توم وقالت له إنها خافت تقول له إنها خايفة لما تتجوزوا يخسروا بعض. وبعدين وجهت السلاح على أهلها عشان يعتذروا لتوم لأنهم كانوا بيعاملوه معاملة وحشة، وقالت لهم إياكوا تكلموه وحش تاني. وبعدين وجهت السلاح ناحية حماتها الحشرية وقالت لها دي حياتي أنا وتوم، بلاش تتدخلي فيها، لكن لازم تكوني معانا في أي مناسبة. وهم بيحكوا كده جه المجرم اللي هي حرقت له وشه قبل كده وهاجمها ودخلهم كلهم في حمام السباحة. وتوم حكى لها على حوار شون المجرم وإنه أخد حبيبة أبوها معاه رهينة، فهي استغربت ليه هياخدها يعني. لكن أبو توم كان اكتشف إن حبيبة الأب مصاحبة شون وهو مصورهم مع بعض فيديو وهي بتخون ابو دارسي. ومامة دارسي لقت ان دي فرصة تعتذر لزوجها السابق ويقربوا من بعض. وزعيم العصابة في الوقت ده بدأ يقلب على شون علشان رجالته اللي ماتوا، فراحت الخاينة دي زقت الزعيم من المروحية واتخلصت منه وقالت لشون نكمل احنا بقى لعبتنا دي من غير الزعيم ده. وتوم ودارسي عملوا خطة انهم يعملوا نفسهم هيكملوا فرحهم جوه حمام السباحة، وقالوا للمجرم ده انه لو سابهم يتجوزوا ابوها هيديهم الفلوس اللي هم طالبينها. وبدأوا يغنوا لهم ويكملوا مراسم الفرح عادي. وفجأة دارسي خطفت قنبلة من واحد من العصابة وفكت دبوس الأمان وهددتهم بيها ورموا سلاحهم، لكن في واحد هرب وبعد عنهم وبدأ يضرب عليهم نار من بعيد. فقامت مامة توم هي كمان تضرب على المجرم نار ورموا القنبلة وضربها توم زي البيسبول وانفجرت فيه. وبدأوا يهربوا المعازيم، لكن الخاينة دي كانت عايزة شون يقتل الرهاين علشان أبو دارسي يديهم الفلوس، لكن هو قال لها إنه هيحاول يقنع دارسي من غير قتل ولا حاجة. وخرج توم ودارسي لوحدهم علشان يقبضوا بنفسهم على باقي العصابة، وبعدها أخدها للقارب ده اللي كان هو مجهزه لها عشان يكملوا فرحهم في المحيط زي ما هي كان نفسها. ولما عرفت إنه كان عامل حساب للي هي عايزاه وقال لها إن هي بس اللي تهمه وإنه عايز يبقى معاها، فجأة لقيت شون جاي يضرب عليهم نار، لكن الذخيرة بتاعت الاتنين خلصت وهربوا منه. لكن شون نط وراهم وهددهم بمسدس علشان يوقفوا القارب، لكن بالغلط وهو بيهاجم توم طاروا بالمنطاد لفوق وقدر توم ينزل، لكن الخاينة دي كانت بتضرب عليهم نار فهم قطعوا الحبل بتاع المنطاد، فراح لف على المروحية اللي هي فيها ووقعهم كلهم في البحر. ولما نجوا طلعوا على الجزيرة وقالت له انها عايزة تكمل معاه الجوازة دي، وقرروا يتجوزوا وعملوا فرحهم فعلا على الجزيرة وكملوا سوا. وبس خلاص دي النهاية. لو عجبكم الفيديو لايك بقى، ولو لسه مش مشترك اشتراك بقى. بحبكم كلكم وباي باي بقى.